السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم يعني كده عشان هي القناة تكبر. يعني لسه ما اشتركش يشترك، اللي لسه فاتح الفيديو ما اشتركش يشترك في القناة. النهارده أبدأ معاكم كده الحاجات جبتها. جبت فواكه صافية بلدي دي حلوة، طعمها مسكر وحلو يعني، تحبي تعصريها تحبي تاكليها أي حاجة يعني. جبت 2 كيلو، الكيلو كان عامل 20 جنيه، الكيلو ب20 يعني، دول ب40. وطبعا جبت موز، عارفين ايه بنحب الموز يعني، مفيش حد بيكره الموز يعني. جبت موز، جبت 3 كيلو موز، الكيلو كان عامل 25 جنيه يعني، دول 3 كيلو عاملين ايه 75 جنيه. طبعا احنا لا غنى عن الفاكهة يعني، لازم الفاكهة دي حاجة ضرورية يعني، أساسية ومغذية ومفيدة. دول 3 كيلو يعني، هفضيهم طبعا. انتوا متعودين معايا ايه، بحب افضي الحاجة من الأكياس بتاعتها، ما بحبش اخليها بالأكياس يعني. وجبت كمان كان في تفاح في السوق كده، جبت تفاح، جبت 2 كيلو يعني. كان في منه احمر وكان في منه اصفر، الكيلو كان عامل 60 جنيه. جبت 2 كيلو بس، الكيلو بقول لكم كان عامل 60، منه احمر منه اصفر. هي دي الفاكهة اللي جبتها بس يعني، ما جبتش حاجات كتيرة، كانش لازمني حاجات يعني، جبت دول بس كده. ياريت كده قبل ما تكملي الفيديو ما تنسيش تشتركي وتعملي اللايك الحلو كده. انا عملت لكم المقدمه على الحاجات اللي كنت شارياها يعني، الفاكهه اللي كنت شارياها. هنا طبعا ايه هدخل لكم في الفيديو. النهارده كنا صايمين اول يوم في الست البيض يعني، زي ما بقول لكم بنحب نصومهم تاني يوم العيد على طول يعني، ما بحبش ايه نستنى يعني، تاني يوم العيد على طول بنصوم على طول الست البيض. هنا في البدايه كده بعد ما وريتكم العصير الفواكه يعني، عملت عصير فراوله. انا عشت الاجواء كانها او رمضان برضو يعني، عملت لهم برضو العصير، ما قلتش برضو ايه يعني خلاص ما نعملش عصير، لا عملت عصير. وبعد كده كان عندي فرخة كده سلقتها، جبت فرخة يعني سلقتها الفراخ يعني، الحاجات دي اللي كنت جايباها قبل العيد يعني بيوم، كنت جايبة فراخ ولحمة والحاجات دي يعني، طلعت فرخة من الفريزر وسلقتها. ما اقول لكم يعني الحاجات دي كنت جايباها قبل العيد يعني. اللهم صل على النبي. عشان البياعين والحاجات دي بتبقى قافله يعني، بيبقوا واخدين اسبوع العيد كله قافلين، وايه جبت الحاجات دي قبل العيد يعني. سلقتها وقلت النهارده اعمل ايه، قالوا لي عاوزين ملوخيه، بنحب الملوخيه احنا طبعا ايه، بنحب الملوخيه اكتر من الناشفه، ما نحبش الملوخيه الخضراء يعني. اكتر اكلنا الملوخيه الناشفه دي، بجيبها كده من السنه لما بتطلع، ايام ما بتطلع كده وبنشرها، وانا اللي بعملها يعني. وساعات كمان ايه لو ما عملتش الموضوع ده اشوف حد يكون ضمناه، بس ما بجيبهاش من ايه، بجيبها من البلد يعني، اشوف حد يكون ضمناه كده اشتري منها يعني. لازم الملوخيه الخضراء الناشفه بالذات تجيبيها من حد مضمون، عشان ممكن ايه يغشلك منها مثلا، يديك قديم على جديد كده يعني. طبعا ايه كانت الفراخ بتتسلق، قلت اعمل رز، بنحب الرز المحمر، قلت احمر شويه رز كده. بنحب الرز المحمر احنا يعني، ما بنحبوش نطشه كده بالشوربة، لا بنحب نحمره، بيدي طعم حلو. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة ونصلي على النبي في الكومنتات، وتشاروا الفيديوهات لحبايبكم كده فضلا وليس امرا عشان القناة تكبر. هنا كان الرز خلاص حمر. قولولي كده صمتوا الستة البيض ولا لسه بتستنوا شوية، ولا بتصبوهم على طول يعني، زي ما بنقول احنا بنحب نصبهم واحنا متعودين، ما بنستنيش يعني. هنا طبعا كانت الشوربة دي كانت عندي من قبلها بيوم، استعملتها برضو. انا ما برميش الشوربة يعني، الشوربة عندي كده على اخر ما اخلص اكل كده، اللي متبقي منه احطه في اي علبة او في حلة في التلاجة، اليوم مثلا ما اكونش هسلق في فراخ ولا حاجة، بس انا حبيت استعملها الاول قبل الشوربة بتاع اللحمة يعني. عملت بالرز بشوربة اللحمة، انما الملوخية عملتها بشوربة الفراخ. زي ما بقول لكم الملوخية الناشفة لازم تجيبوها من حد مضمون، عشان ايه تبقى خضرة معاك وطعمها حلو يعني، ما تبقاش مغشوشة. جربت انا اجيبها من حد، ما اول مرة اجيبها منه ما عجبتنيش يعني، بعد بتاع عملتها مرة
لقيتها كده مليانة قش صغير كده ومش حلوة، ومكانش لونها اخضر، كانت لونها اسود كده ومكانش عاجباني، رميتها حتى يعني ما استعملتهاش، هي مرة واحدة وبعد كده رميتها. يعني اشتريها من حد مضمون. انا بحب اعمل الملوخيه وبعد كده اعمل الطشه، في ناس بتحب تعمل طشه الملوخيه وبعد كده ايه تطشها بالشوربه وتعمل الملوخيه بعديها، لا انا احب اعمل الملوخيه في الحله وبعد كده اعمل عليها الطشه. ما بنحبش الملوخيه التخينه، في ناس بتحب ايه الملوخيه تبقى تخينه خالص كده، لا هنا ما بيحبوهاش، يعني لو تخنتها عن كده ما بيحبوهاش، يعني بيقولوا لا احنا مش حابينها كده. عشان كده انا ما بحبش اجيب الملوخيه الخضره، عشان ايه المطه اللي بتبقى فيها دي، ما بيحبوش الملوخيه الخضراء، عشان كده هواتي يعني. طبعا ايه بحب احط معلقه كزبره صغيره كده عشان ايه بتديها ريحه حلوه وطعم حلو. اهم ايه وما تحمريش ايه التومه او الاخر، يعني التوم ده الجديد يعني اللي لسه طالع، بس انا لسه ما جبتش ولا خزنت. لسه استنى شويه كده لغايه بعد شم النسيم وبعد كده ايه اخزن، يعني ما بحبش اخزن بدري، بحب اخزن بعد شم النسيم، اخزن عادي التوم. وطبعا كنت الاول كنت بخزنه في الفريزر كده، كنت بجيبه مفرومه وبعد كده اخزنه، بس انا لقيته ايه طعمه بيتغير كده، هو لونه بيبقى ابيض وكل حاجه، بس انا احس ايه لما بعمله في الملوخيه الريحه بتاعته ما بتبقاش زي لما تعمليه طازه يعني. الاكل سهل النهارده وسريع، يعني مفيش ايه شغل كتير يعني. طبعا الرز اهو كنت بقلبه، يعني بحب اقلبه تقليبه كده اشوفه لو ايه او الشوربه ولا استوى ولا حاجه، تقليبه بسيطه يعني ما تقلبيش فيه كتير يعني. وبس كده هو الاكل بقول لكم بسيط وخفيف كده يعني. انا حبيت اعمل معاكم روتين خفيف وبسيط، ما بحبش ايه اطول معاكم يعني اطول في الفيديوهات عشان ما تملوش يعني. عملت لكم ايه فيديو خفيف كده، وريت فضلا وليس امرا اللي لسه يعني ما اشتركش يشترك، وشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده عشان يشتركوا. ويا ريت فضلا وليس امرا كمان تشاهد الفيديو من البدايه للنهايه يعني عشان يتحسب مشاهده، بلاش تسرع الفيديوهات عشان ايه بشوف الفيديوهات بتتسرع عشان تتحسب مشاهده يعني. يا ريت كده تشاهديه من البدايه للنهايه، مش هتخسري حاجه يعني. ولو لسه اول مره تشاهديني اشتركي في القناه يعني، عشان انا بشوف مشاهدات كتيره ومفيش اشتراكات يعني، عشان القناه تكبر ونفس القناه تكبر وان شاء الله تكبر وهتكبر بيكم. بطلبها من ربنا الاول وبعد كده بطلبها منكم يعني. هنا طبعا ايه حبيت اقطع حاجه خضرة كده، ما عملت السلطه كان عندي خيار قطعته كده حلقات كده، بنحب ناكله كده مع الاكل يعني ايه بيرطب، ما كانش عندي مخلل قلت اقطع خيار. هنا كان خلاص المغرب هيأذن، خلاص طلعت العصير الفراولة، بقول لكم انا اتعاملت كأن رمضان يعني، عملت عصير برضو ما قلتش ايه خلاص يعني ما نعملش عصير، اللي عملت عصير فراولة. شايفين لونه حلو ازاي؟ بحب عصير الفراولة اللي يبقى تخين كده، ما احبوش زي يبقى في ريم كده ولونه ابيض، لا بحس ان هو مش عصير يعني، احب الفراولة التخينة اللي تبقى لونها احمر كده والعصير بتاعها تخين يعني. اهو زي ما انتوا شايفين بعبي الكوبايات، احنا صايمين كلنا يعني، حبينا نصوم كلنا مع بعضينا كده عشان ايه ما مش اي فرض يعني حد يفطر وحد يصوم، لا حبينا نصوم كلنا مع بعضينا كده عشان ايه نشجع بعض، قلنا على طول كده نشجع مع بعضينا. هنا طبعا كنت خلاص فطرنا شربنا العصير وصلينا المغرب، دايما احنا بنصلي المغرب الاول وبعد كده نفطر في رمضان او اي يوم صايمين فيه نفطر نصلي المغرب الاول وبعد كده نفطر. هنا كنت حاطين الاكل زي ما بقول لكم اكل خفيف وسريع، واشوفكم على خير ومع السلامه.